فاكره المنحه اللي قلتلك نفسي اتقبل فيها؟ ايوه طبعا فاكراها، انت بتحلمي بيها من وانت صغيره. ميعاد المقابله بتاعتها النهارده، ادعي لي اتقبل. ان شاء الله هتتقبلي يا حبيبتي. صرصورة اوعي توعدي حد بحاجة وما تنفذيهاش. ليه يا بابا؟ طب ما انت بتوعدني ان انت هتجيب لي العاب ومش بتجيب ما لي. تخافيش هجيبلك، بس لو وعدتي حد وعد وما نفذتيهوش هيظهر على وشك علامة سودا ومش هتختفي ابدا. يا لهوي انا مش هوعد اي حد خالص. هو انا ينفع استلف منك 20 جنيه عشان جعانه قوي ونسيت محفظتي في البيت وقاعده هرجعهم لك بكره؟ لا طبعا، ابعدي عني. لو معكيش خلاص انا اسفه. لا معايا، بس انت مش شايفه وشك مليان علامات ازاي؟ مالهم العلامات دول؟ حتى شكلهم حلو. شيرين اختي حبيبتي اللي هتسلفني البلوزه بتاعتها عشان عندي مشوار مهم قوي. لا يا اسراء، هوعدك هرجعها لك بأمارة اخر 10 بلوزات و5 بنطلونات، وعدتيني هترجعيهم. اعمل لك ايه؟ انت اللي لبسك حلو. امشي يا بت من هنا. ماما فاكره المنحه اللي قلتلك نفسي اتقبل فيها؟ ايوه طبعا فاكراها، انت بتحلمي بيها من وانت صغيره. ميعاد المقابله بتاعتها النهارده، ادعي لي اتقبل. ان شاء الله هتتقبلي يا حبيبتي. اتفضلي عرفينا بنفسك. انا اسراء نبيل. ثانية واحدة ما تكمليش، انت مرفوضة. احنا المنحة بتاعتنا معاييرها عالية جدا وما بنقبلش اي حد عنده اي علامات. طب ممكن حضرتك تديني فرصه واحده اوفي بكل الوعود اللي عليا وارجع اقدم تاني؟ تمام، معاكي مهلة يومين بس. شكرا. شيرين انت مين؟ يا بنت انا اسراء. خدي يا ستي كل الهدوم اللي انا استلفتها منك ووعدتك ان انا هرجعها لك وما رجعتها لكيش. يا لهوي يا اسراء، ده انت طلعتي واخده دولابي كله. ماما انا غسلت لك المواعين كلها. وده بمناسبه ايه بقى ان شاء الله؟ مش انا وعدتك انه هيجي يوم واغسلك المواعين؟ اهو اليوم جه وانا نفذت وعدي. انا نفذت كل الوعود، يلا قبلني بقى. شيلي ايدك من على وشك يا اسراء، يوه لسه فاضلك علامة واحدة. ما انا مش فاكره الوعد ده خالص. ملناش دعوة، قدامك يوم عشان توفي بيه يا اما مش هتتقبلي في المنحة. سلمى انا لقيت لك اكونت الكراش اللي انا وعدتك ان انا هلاقيهولك، اللي انت مش عارفه غير مقاس جزمته. انت بصراحه ما وعدتنيش، بس انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا شكلي مش هفتكر الوعد ده ابدا. اسراء، انا عارفه الوعد ده كان لمين. لمين يا ماما؟ كان لاخوك يوسف الله يرحمه. اسراء انا تعبان اوي، انا حاسس ان انا هموت. ما تخافش يا يوسف، انت هتبقى كويس. بجد يا اسراء؟ ايوه اوعدك ان انت هتخف وهنرجع نلعب مع بعض. ايوه صح، انا افتكرت. انا كده عمري ما هوفي الوعد ده ابدا. حبيبتي ما تزعليش، دي مش غلطتك. لا يا ماما غلطتي. انا اللي وعدت اخويا الصغير ان هو هيبقى كويس وخذلته. انا عمري ما هسامح نفسي ابدا. يا اسراء ردي عليا. انا هنام، مش عايزه حد يكلمني. ايه ده؟ انا فين؟ صرصورة يوسف انا جيت عشان اقولك ان انا مش زعلان منك ان انتي ما وفتيش بوعدك. انتي قلتيلي ان انا هبقى كويس وانا فعلا دلوقتي كويس. شكرا يا يوسف، انا بحبك قوي. يلا اصحي بقى عشان تتقبلي في المنحة. لو سمحت ممكن اقدم على المنحه دلوقتي؟ ايوه اكيد طبعا، اتفضلي. يا رب الناس تصوت لي ان افضل وما اختفيش. بابا انا العداد ظهر لي وعايزاك انت تصوت لي اول واحد. اكيد يا حبيبتي صوتلك، وانا متاكد ان كل الناس بتحبك وهتصوتلك عشان تفضلي. كارما. اسراء اخيرا العداد ظهر لك. ايوه صوتلك. هو انا اقدر اعيش من غير اعز صاحبه عندي؟ انا خايفه قوي يا كارما، محدش عارف اللي بيختفي بيروح فين، كله بيقول انه بيحصل له حاجات وحشه قوي. ان شاء الله الناس هتصوت لنا وهنفضل انا وانتي. الحقي شله المتنمرين بتوع الكليه داخلين علينا. اجري يا اسراء بسرعه. استني هنا، رايحه فين؟ انت مفكرانا مش هنشوفك لما تجري ولا ايه؟ انا اسفه. اخيرا العداد ظهر لك. لا ده احنا نصوت لك بقى. ايه ده؟ بصراحه انت ساعدتينا كتير قوي في المذاكره وقلنا نردها لك. شكرا حبيبي، انا فاضل لي اصوات قليله قوي عشان افضل ونقضي حياتنا كلها مع بعض. انا صوتلك. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت اكيد دوست بالغلط. لا مش بالغلط اسراء، انا بحب واحده تانية وبصراحه ما عنديش حل تاني غير انك تختفي عشان ما احسش بالذنب لو شفتك قدامي. انت انسان بشع. بابا انا جيت. ايه ده؟ ماما انت بتعملي ايه هنا؟ انت مش المفروض في الشغل؟ اول ما عرفت ان العداد ظهر لك قلت اما اجي اصوتلك. طب يلا بقى صوتي لي عشان فاضل لي صوت واحد وبعدها هفضل. وانا بقى مش عايزاكي تفضلي، انا نفسي تختفي. ليه يا ماما؟ ليه بتعملي كده في بنتك؟ انا مش فاهمه حاجه. مش مهم انك تفهمي. ايه ده؟ ليه صوتك لوحده ب 80%؟ امشي بقى، اخيرا خلصت منها. هاي عامله ايه؟ انت مين؟ وانا فين دلوقتي؟ كلنا اول ما جينا كنا مخضوضين زيك، ما تخافيش انت في ارض المختفين. اهلا بيكي يا انسه. اسراء ايه المكان الغريب ده؟ انا حاسه ان انا بحلم. ايه اللي انت عملته ده؟ قرصتك عشان تتاكدي انك مش بتحلمي. رخم. انا بجد مش مصدقه. اسراء بنت عمي. بسمة انت هنا وحشتيني قوي. وانتي كمان مش هتصدقي قابلت مين هنا. مين؟ كارما البيست فريند بتاعتك. كارما انت كمان اختفيتي؟ ايوه يا اسراء، اخواتي صوتوا ان اختفي. انا مش مصدقه ان انا هقول كده، بس انا مبسوطه قوي ان انا جيت هنا عشان هبقى معاكم.
انا مش مصدقه. اسراء، انت مين؟ انا مامتك يا حبيبتي. مامتي ازاي يعني؟ والله يا ريتك مامتي، انا مامتي هي اللي صوتت ان انا اجي هنا. منال صح؟ انت عرفتي اسمها منين؟ دي مرات ابوكي خدني معاها وانت صغيره، ولما اكتشفت لعبوا في العداد بتاعي وصوتوا ان انا اختفي. من ساعتها وانا هنا، وقلبي كان حاسس ان هما هيعملوا معاكي كده. يا حبيبتي يا ماما، يعني انت عشتي هنا طول المده دي لوحدك بسببها؟ انا بقى هاخد لك حقك منها. لو سمحت، انا لازم ارجع كوكب الارض. والله كلنا نفسنا نرجع يا استاذه. حضرتك مش فاهم، انا جيت هنا بالغلط. يعني ايه بالغلط؟ في ست انتحلت شخصيه ماما وصوتت ان انا اختفي، بس هي دي مامتي الحقيقيه. ايه ده؟ فعلا كلامك صح. ماشي هرجعك. الحمد لله انا رجعت. انا لازم اخد بالي ان مرات بابا ما تشوفنيش لحد ما اجمع اصوات ان انا افضل، وبعدين هعرف اواجهها. انا عارفه انا هروح لمين. ميس ابتسام، ينفع تصوتي لي ان انا افضل؟ ايوه طبعا، انت كنتي احسن طالبه عندي، صوتلك. صوتي لي ازاي؟ مفيش حاجه ظهرت. مفيش حاجه ظهرت؟ انت عارفه ده معناه ايه يا اسراء؟ ايه؟ انت اختفيتي قبل كده ورجعتي. ايوه، انت عرفتي ازاي؟ عشان انا كمان حصل معايا كده. العداد لما بترجعي مش بيقتنع انك رجعتي، ومفيش اصوات بتتحسب. يعني العداد كده ملوش لازمه؟ ايوه. شكرا قوي يا ميس منال. اسراء، انت ايه اللي رجعك تاني؟ انا مش صوتت ان انت تختفي؟ ماشي، انا هخليكي تختفي تاني. ايه ده؟ هو مش شغال ليه؟ انت مش بتختفي ليه؟ خلاص يا حلوه، صوتك ما بقاش ليه لازمه. انا بقى المره دي اللي هخليكي تختفي. اسراء استني. لا تستاهلي. اسراء. ميس ابتسام، انا نسيت اقولك انك لما بترجعي بيكون ليكي فرصه ترجعي حد من الارض المختفيين. بجد؟ ايوه بجد، هاتي ايدك وانا هساعدك. ماما. اسراء، ماما وحشتيني. ايه ده؟ الست دي بتعمل ايه هنا؟ اولا هي اسمها ماما مش الست دي، ثانيا بقى هي جايه عشان تاخد حقها منك. يلا نخليه يختفي. يلا يا ماما، هنصوت ان هو يختفي مع بعض. We listen and we judge. ايه؟ We judge. لا we don't judge. هنحكم على بعض. لا. يعني ايه we don't judge؟ يعني انت تقولي مصيبه وانا اقول لك تمام؟ لا مش عندي. هبتدي. لما بتيجي تحكي لي اي حاجه عن الكوره ببين لك انه واو بجد حصل كده الله، بس انا بصراحه ما بقاش سامعاك وما بقاش مهتمه خالص، ببقى زهقانه جدا، بس بضطر اتفاعل معاك عشان تلاقي حد تتكلم معاه عن الكوره. بس طب ليه ما تقولي لي مش عايزه اتكلم؟ ما تصعب عليا. زعلان؟ we judge. اه We listen and we judge. لما بننزل مثلا مع بعض نجيب حاجه او نجيب هدوم او كده، وبيعجبك حاجات ساعات، وانا بقول لك الله حلو قوي فعلا، ذوقك حلو، مش كلها بتبقى عجباني، في حاجات بتبقى وحشه قوي. We listen and we judge. عارف لما بنتخانق بقول لك يا اما عايزه ارجع يا اما مصدعه. انا ببقى ولا عايزه ارجع ولا مصدعه، انا ببقى عايزه المشكله تنتهي دلوقتي حالا وما تكلمنيش في اي حاجه. انت عارفه المشكله ايه؟ لما بتقولي لي انا نعست، بقول له انا نعست صح، وبتغمض، يعني بقى واقفين بقول اصلا. له ثانيه واحده انام، لو اخش انام دلوقتي مبقاش قادره اتخانق الصراحه. بس دي انا كنت حاسسها يعني. طب كويس. حلو. We listen and we judge. انت بتحطي شطه كتير قوي في الاكل، وانا بقول لك ان هو مش حراق والله وطعمه حلو قوي وكده، بس هو حراق جدا. مفيش حد ثانيه معلش، يعني ايه؟ انت بتقولي انت بتحب الشطه؟ ما انا بقول لك انت بتحطي كتير يا سراج. مصدومه. اغلط فيا بس ما تغلطش في الشطه والفلفل الاسود ارجوك. We listen and we judge. ما ببقى عايزاك تقوم تعملي حاجه، بعمل نفسي ان انا قايمه اعملها عشان انت تشوفني قايمه اعملها وتقوم تعملها بدالي. يعني مثلا اقول لك ايه، انا هقوم اطفي النور بقى، واعمل نفسي بقوم كده، الاقيك بتقولي لا خلاص انا هقوم انا، فكده. اقول مثلا ايه انا هقوم اعمل شاي، فلاقيك بتقولي خلاص انا هعمل شاي. بس انت بتزرعي الفكره في دماغي. شكلك غريب فعلا ساعتها. انا اول لا مرة انت عمرك ما لاحظت ان انا ببقى عامله كده؟ ايوه صح. وبقول الكلام بس ما بقومش، يعني عمري ما قلت مثلا هقوم اعمل حاجه وقمت. انا مصدوم. انت دايما بتقوم. انا مش مصدقه ان احنا بقالنا 3 سنين وهو لغايه دلوقتي ما اكتشفش. We listen and we don't judge. المره دي we don't judge. معلش عشان خاطري. قول طيب. لما شميتي ريحه حريق امبارح وانا بعمل الفطار وقلت لي انت حرقت العيش بتاعي، قلت لك لا حرقته، بس يعني في لحظه كده رحت خدته وحطيت لك العيش بتاعي اللي مش محروق، وكلت انا العيش المحروق وانت مش واخده بالك. كان في ريحه حريقه صح؟ يعني مش مجنونه يا جماعه، هو شككني انه انا شامه ريحه حريقه. انا صدقتك. المهم ان انت ما كلتيش عيش محروق. بس انت كان المفروض تقول لي احنا محتاجين نتكلم بعد الفيديو ده. انت we don't judge وانت وافقتي. لا انا محتاجه اتكلم بقى على الاثنين اللي فاتوا، فتعالي لي حبيبي. معلش
معلش محتاجه حد فيكم يفهمني ايه السيرش ده. انا مش قادره والله، يعني مش مصدقه. نور بالفستان الازرق، اللي ما يعرفش نور ده اخويا، نور ده ولد. لو مش عارفين نور ايه اللي بالفستان الازرق، شفتوا امتى نور اخويا لابس فستان؟ انتوا في ايه؟ لا انا مش هسكت. لو مفكريني ان انا هسكت على السيرش بتاع اخويا نور بالفستان الازرق ده، لا لا. وليه ازرق؟ ليه اشمعنى الازرق؟ ليه مش الوان تانية؟ انا مش فاهمه. نور من ساعه ما الفيديو نزل وهو عمال يهزقني بسبب السيرش، فانا هتصل بيه دلوقتي وهو ما يعرفش ان انتوا بتتفرجوا، ونشوف رايه بجد على الموضوع. الو. يا نور، بقول لك هو انت لبست فستان ازرق قبل كده؟ هسألك لاخر مره، ماشي. انت لبستي يا حبيبي فستان ازرق من ورانا؟ انا كده افكر. بتفكر في ايه؟ بتفكر في ايه؟ اكيد لا والله. امال ايه السيرش ده؟ ايه السيرش ده؟ وليه فستان ازرق؟ ما انا هو ده اللي انا سالته، وانا سالت نفس السؤال، اشمعنى ازرق؟ والله عمري ما لبست فستان اصلا، انا مش فاهم فيه. الولد لازم يعني ينفي الشائعات يا جماعه. ما لبسش فستان، مش ما لبسش فستان ازرق، عشان اللي فكر ان نور ما لبسش فستان ازرق، بس ممكن مثلا يكون لبس فستان مثلا بينك. لا، ما هو ما لبسش. لا والله. لا. طب انت متضايق كام من 10؟ 10 من 10 يعني مش. طب اصل عارفه نفسي اعرف ليه بيبحثوا كده او مين ايوه أول واحد فاهماك. بحث هو مين اول واحد بحث كده؟ كده؟ يعني هو مين؟ نفسي اعرفه والله. قول لهم بطلوا يبحثوا عني بالفستان الازرق. يا جماعه بطلوا تكتبوا في البحث نور بالفستان الازرق، وبطلوا تبحثوا عني بالفستان الازرق. انا والله العظيم عمري ما لبست فستان ولا ازرق. البونبونية بقى. صرصورة، عايزة اعرفك على جوز مامي اكرم. ازيك يا حبيبتي؟ ما تقوليش يا حبيبتي. طب ازيك يا ما اموره؟ تقوليش يا أمورة. جميله اسراء. بعد عني. ماما هو ده هيبقى بابا الجديد؟ اه يا حبيبتي، زي بابا بالظبط. وحش، انا مش عايزاه. بصي انا اشتريت لك ايه دبدوب جديد. الله حلو قوي. خدي بالك منه كويس قوي يا اسراء. صرصورة، انا وعمو اكرم رايحين رحله يومين بالظبط. خديني معاكي. لا مش هينفع يا حبيبتي، انا وماما بس اللي هنروح. المره الجايه هناخدك يا حبيبتي. ماما انت جيت؟ ايه ده؟ عمو اكرم فين ماما؟ حبيبتي مامتك ماتت واحنا مسافرين. يعني صرصورة لوحدها؟ ما تخافيش، انا مش هسيبك وهاخد بالي منك دايما. اكرم، تعرف الاقي فين خشب عشان مشروع التخرج؟ بيتهيألي هتلاقي تحت في البدروم. تسلم. فين الخشب ده؟ ايه ده الدبدوب اللي ماما اديتوني من وانا صغيره. اول مره اعرف انه هنا في زرار. دي مش رحله يا اسراء. ايه ده صوت ماما. ما تثقيش في اكرم، ما تثقيش في اكرم. اسراء، لقيتي اللي كنت بتدوري عليه؟ ايوه لقيت كل حاجه، ما تقلقش. هو الغدا خلص؟ هيكون جاهز بعد نص ساعه. تمام. هو ده صوت ماما بجد؟ ما تثقيش في اكرم. ما اثقش في اكرم ليه؟ اكرم هو لما ماما توفت وانا صغيره احنا عملنا لها عزا. ايوه طبعا، انت مش فاكره؟ لا طبعا فاكره، انا بس كنت حابه اتاكد منك. انا هروح المقابر عشان اتاكد بنفسي، انا خايفه قوي. انت بتعملي ايه هنا؟ يا عمو خضتني، افتكرتك عفريت. مع عفريت الا بني ادم يا بنتي. انت شكلك كده جايه تسالي عن حد. ايوه جايه اسال عن مامتي، هي اسمها ساميه احمد. مفيش حد هنا بالاسم ده. يعني انت حافظهم كلهم؟ ايوه حافظهم وعددهم كمان. دول اكتر من صحابي واحسن من الناس اللي عايشين وسطينا دول. طيب شكرا. الدبدوب ده اكيد فيه سر، ماما قالت لي اخد بالي منه كويس. ايه ده؟ رقم تليفون؟ يا ترى ده رقم مين؟ الو؟ يا ترى ده رقم مين؟ الو مين معايا؟ ماما هي قفلت السكه ليه؟ انا هحاول اتصل تاني. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. انا هدور هنا في البدروم تاني، يمكن الاقي اي حاجه جديده. ايه ده؟ ايه الورق القديم ده؟ حتى الآن لم يتم العثور على المفقودة سامية أحمد بعد بحث دام لمدة 3 شهور. اسراء، أيوة يا أكرم. انت قعدتك في البدروم كترت قوي، هتقلقيني عليك. لا ما تقلقش، كله تمام. طب خدي، صاحبتك ساره على التليفون وعايزه تكلمك. سارة؟ ألو؟ أنا مش سارة، ابعدي عن أكرم. أيوة أنا فاهمة الحتة دي كويس، ثواني بس هطلع أوضتي وأشرحها لك. أنا طالعة. ماما معايا؟ مفيش وقت، قابليني في العنوان اللي هبعتهولك الساعة 8. طيب أكرم، أنا هخرج أذاكر عن صاحبتي سارة. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. ما تقلقش، أنا مش مصدقة إن أنا هقابل ماما أخيرا. مش مصدقة إني هقابل ماما أخيرا. اهلا اهلا. أنت مين؟ انت اكيد اسراء. هي ماما فين؟ ما تخافيش يا إسراء، ده سعيد جوزي. ماما وحشتيني. جبتي معاكي الدبدوب اللي اديتهولك وانتي صغيرة؟ ماما انت ليه سبتيني طول السنين دي؟ قبل ما أقولك على أي حاجة، أنا عايزة الدبدوب ده. حاضر
هو راح فين؟ مامتك لقيتك مش كده؟ اكرم انت بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهمه. بطلي استعباط. الراجل اللي انت رحتي سالتيه في المقابر اتصل عشان يطمن انت لقيتي مامتك ولا لسه. انا كنت عارفه ان الراجل ده رغاي وهيفضحني. هات الدبدوب يا اكرم. يا اسراء مامتك بتكذب عليكي، دي ما ماتتش ولا حتى اختفت، دي قررت تسيبنا احنا الاتنين. انا مش مصدقاك. لازم تصدقيني، انا اللي ربيتك وكبرتك، هي كانت فين طول السنين دي وسايباكي؟ هاتوا بقى. يا اسراء انا عايز احميكي منها، ارجوكي ما تروحيش. ماما انت وحشتيني قوي. ها يا اسراء جبتيه معاكي؟ اهو. عارفه اكرم لما شافني قاعد يكذب ويقول ان انت سبتيني وانا صغيره. وانتي ما فكرتيش انك كان لازم تصدقيه؟ طول عمرك غبية من صغرك. ماما طول عمرك غبية من صغرك. ماما افتحي الباب، انا صدقتك. ها يا اسراء ايه اللي حصل؟ كان عندك حق. اخيرا صدقتيني، الحمد لله ان انت ما اديتيهاش الدبدوب. لا ما انا اديتهولها. ايه؟ بعدين ايه حوار الدبدوب اللي انتوا الاتنين عرفتوني بيه ده؟ اديتيهولها ليه؟ انا كنت سايب فيه الماس كتير قوي. الماس؟ بعدين دي غلطتك، حد يسيب الماس في دبدوب؟ انا كنت سايب الالماس ده ليك انت عشان تامني مستقبلك لو حصل لي اي حاجه. بجد يا اكرم؟ ايوه، مامتك كانت عارفه كده قبل ما تسيبنا، عشان كده خدته منك دلوقتي. انا هتصرف. ماما افتحي الباب. ولا ماما ايه بقى؟ افتحي الباب يا ساميه. عايزة ايه يا اسراء؟ عايزه الدبدوب بتاعي. خديه. ده فاضي. انت سرقتي الالماس اللي جواه. مش كفايه ان انت سبتيني وانا صغيره؟ ما انا ما سبتكيش الا لما اتاكدت انه في مغفل هياخد باله منك. ما تقوليش عليه كده. واول ما المغفل سابلك الالماس في الدبدوب زرعت فيه جهاز الكلام عشان يشككك فيه واخد انا الالماس كله. يعني انت فعلا لما طلعتي رحله كنت مخططه تسيبينا؟ ايوه طبعا، وعشان يرتاح ضميري في حاجه لازم تعرفيها. اكرم يبقى باباكي الحقيقي مش جوز مامتك. احمد استنى، انت فاهم غلط. احمد. هاجر انت دمرتي حياتي، انت بجد واحده مجرمه. مستحيل حد هيبقى عنده الصفات دي كلها غير اسراء انت جميله قوي بجد. ما انا عارف. هاجر بصي البنت اللي هناك دي لابسه ايه، مخلي شكلها وحش قوي. اسراء ما ينفعش تقولي كده. ليه يعني؟ عشان كده هي هتفضل عايشه والكلمه دي ظاهره للناس كلها لاخر يوم في حياتها. ما تخافيش عليها قوي كده. ثانيه واحده، الكلمه دي ما كانتش موجوده هنا قبل كده. يا ترى مين قال كده عليا؟ هاجر الحقي، في حد قال عليا متنمره. تفتكري مين؟ انا. ليه عملتي كده؟ الناس هتفكرني متنمره. عشان انت فعلا متنمره. شيليها يا هاجر لو سمحتي. اسفه ما اقدرش، انت عارفه السيستم. لو سمحت حضرتك كنت طالب حد يشتغل هنا، الوظيفه لسه موجوده؟ موجوده. طب كويس. بس مش لواحده متنمره، امشي بلا هم. احمد ايه رايك نخرج النهارده مع بعض؟ اسراء انا مش عايز اكمل معاكي، مستحيل افضل خاطب واحده متنمره. احمد استنى، انت فاهم غلط. احمد. هاجر انت دمرتي حياتي، انت بجد واحده مجرمه. ليه قلتي كده؟ انت كده دمرتيني، محدش هيرضى يكلمني. احسن كان لازم تفكري في كده قبل ما تقولي عليا متنمره. اذا كان كده بقى فانت خبيثه ومغروره. طب وانت كمان بقى؟ سمعتوا القرار الجديد؟ قرار ايه؟ من بكره الصفات الحقيقيه بس هي اللي هتظهر فوق دماغنا والباقي هيتمسح. بجد؟ يعني انا كده كلمه متنمره هتتمسح؟ والله ما اظنش. الحق يا يحيى، الكلمات دي كلها فضلت. تستاهلي، انا طول عمري بقول عليكي دمك تقيل ومصطنعه. بس انا والله مش كده. ميرنا انت شكلك حلو قوي النهارده. ايه بقى؟ ما انا قلت كلمه كويسه اهو، الكلمات مش بتروح ليه؟ مش كفايه يا اسراء كلمه، لازم تعملي اكتر. انا طول اليوم عماله اقول للناس كلام كويس ومفيش ولا كلمه بتتغير. لانك بتعملي كده عشان نفسك. اسراء اعترفي، انت انانيه. صدقني هتغير. هو انا ليه محدش بيرضى يخليني اساعده؟ لو سمحتي ممكن تسمحي لي اشيل عنك الحاجات التقيله دي؟ يا ريت يا حبيبتي. ايه ده؟ انت ازاي خليتيني اساعدك؟ انا كل الناس بترفض ان اساعدها بسبب كلماتي. انا كمان كنت كده. بجد؟ بس انت كل كلماتك حلوه. عشان قررت اتغير. ما تخليش الكلمات تحدد الشخص اللي انت عايزه تبقيه، كلنا ممكن نبقى احسن. طب يلا بينا. ايه يا بنتي القمر ده؟ شكلك حلوه قوي النهارده. ايه ده بجد؟ شكرا قوي يا اسراء. على فكره انت بقيتي الطف كتير عن زمان. شكله الموضوع بينجح. اسراء احمد انت ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت عايز اقولك اني غلطت لما سبتك، ممكن نرجع تاني؟ احمد انت شخص كويس، بس انا اكتشفت ان انت ما كنتش بتحبني، انت كنت معايا بس عشان كلماتي. انا اسفه مش هينفع نرجع. انت ازاي كل كلماتك اتغيرت كده؟ يمكن عشان اتغيرت مثلا يا هاجر. حتى لو كل صفاتك اتغيرت شكلك برضو وحش. هاجر انت مش ملاحظه ان انت اللي بقيتي متنمره؟ ايه ده؟ ليه الكلمه دي ظهرت؟ انا طيبه، اسراء اللي كدابه. هاجر ما تقلقيش، كلنا نقدر نغير صفاتنا الوحشه لو حاولنا فعلا نتغير من جوانا. هو في حد اهبل ممكن يسيب ال1,000,000 جنيه وياخد النضاره؟ ايوه انا.
بنتي يا اسراء، اخترتي المليون جنيه ولا لسه؟ يا لهوي، دي هتنفخني لما تعرف. يا ماما انا زغرتي يا ماما، قعدتك في المطبخ جابت نتيجة، كلها شهرين وتغطي على الشيف الشربيني. صوتك وحش قوي، اوعي تغني تاني. انت مفكره نفسك شيرين؟ دي ولا شيرين ولا 21. ياسمين فكك منهم، انت هتبقي مشهورة قوي. اسراء انا امتحان ثانويه عامه بكره وخايفه اضيع كليه هندسه. ما تخافش يا نور، انت هتبقى مهندس كبير قوي وهتشرف اختك. المادة دي صعبة قوي يا يوسف. اموت واعرف انت مش فاهماها ازاي، دي سهله قوي. ما طبيعي تقول كده، ده انت لما تكبر اقل حاجة هتطلع احمد زويل. مالك يا اسراء؟ مفيش، انا لازم امشي. معقول يوسف هيبقى مجرم وقاتل؟ يا ترى لو بصيت في المراية هعرف اشوف مستقبلي؟ يا ترى لو بصيت في المراية هعرف اشوف مستقبلي؟ ايه، انا هموت، ومش موتة ربنا كمان، انا هموت مقتولة. يا رب النضارة دي تطلع بتخرف. اسراء مالك في ايه؟ يوسف لا ابدا، خايفة من الامتحان شوية. طب تحبي نقعد في حته اشرح لك اللي انت مش فاهماه؟ يمكن تكون النضارة بايظة، هجرب تاني. اسراء لا شكرا، انا محتاجة اروح. صرصوره الاموره. نور مالك يا اسراء في ايه؟ اثبت مكانك. نور الحق، يوسف هيقتلني وانت هتحضر الجنازة. يا اسراء انت عرفتي كل ده منين؟ النضارة دي بتخليني اشوف المستقبل. اسراء ما تقلقيش، انت اختي مش هخلي حد يأذيكي. اسراء هو انت ليه دايما بتتجاهليني؟ يوسف لا طبعا مش بتجاهلك، اصل انت دايما شكلك خايفه من حاجه. انا بس ما بنامش كويس الايام دي. طب بقول لك ايه، تيجي نشرب حاجه مع بعض بعد المدرسه؟ لا مش هينفع. لا هينفع، هستناكي. انا لازم اروح بسرعة قبل ما يوسف يشوفني. اسراء استني، يوسف سابلك الورقه دي. اسراء استني، يوسف سابلك الورقه دي. نور اخوكي معايا، لو عايزاه يفضل عايش تعالي على العنوان ده الساعه 3 الفجر. انا هتأكد اخر مرة، يمكن تكون النضارة بتخرف. خلاص، طالما كده هموت، لازم انقذ اخويا قبلها. هو ده العنوان. اسراء يوسف كان لازم يعني اخطف اخوكي عشان تيجي. انت مشكلتك معايا، انا مش مع اخويا. اسراء ايه اللي جابك هنا؟ انا هتصرف معاه. تتصرف ايه تنيل بدل ما انت مربوط من كل حتة؟ يا بنتي فكيني بس وانا هطحنهولك ضرب. وما طحنتوش ضرب ليه يا اخويا وهو بيخطفك؟ انتوا هتهزروا؟ هاتي النضاره. انت بتعمل كل ده عشان النضارة؟ انا مش مصدق ان في واحده غبيه زيك معاها نضاره بتشوف المستقبل ومش بتستغلها عشان تكسب ملايين. انت فاهم القدرات اللي احنا بناخدها غلط على فكرة. لو عايز النضارة خدها، بس سيب اخويا يمشي. اديتيها له ليه يا اسراء؟ اهو انت براغيك ده هتخليني افضي المسدس ده في دماغك. لا نور لا. عندك حق، نور لا، عشان النضاره ما قالتش ان نور هيموت، قالت ان انت اللي هتموتي. هو كل شوية موبايلي يضيع، لقيته. سيب الموبايل من ايدك والا هتموتي. ليه يعني يا ماما؟ هو الموبايل هينفجر في وشي؟ ليه يا خفيفه؟ عشان المسابقه الجديده مش سامحالنا نشوف وشنا لا في الموبايل ولا في المرايه. مسابقة ايه دي؟ في شكل على خدك ولازم تخمنيه، ولو ما خمنتش صح هتموتي يا اسراء. نهار اسود. طب ما تساعديني وقولي لي كده اي علامة. ما ينفعش، لو قلتلك هنموت احنا الاتنين. وردة، مثلث، نجمة. ربنا معاكي يا اسراء وتخمني صح. انا مش فاهمة يا احمد، ايه الفايدة من المسابقة دي اصلا؟ لو خمنتي صح قبل ما الوقت يخلص هتخشي الجوله التانيه. هو في وقت معين؟ ايوه لحد غروب الشمس. انا عرفته، مثلث قائم الزاوية متساوي الاضلاع. متساوي الاضلاع يا اسراء. احمد بقول لك ايه، انا مش ناقصة تريقة خالص، فاضل ساعتين ولو ما عرفتش الاجابة هموت. هو انت خمنت صح خلاص؟ ايوه طبعا. ازاي بقى؟ عندنا في المدرسه بتاع 500 طالب، اكيد حد فيهم واخد نفس العلامه بتاعتي، فضلت بقى اقول العلامات اللي على وشهم لحد ما جت معايا علامتي صح. حلوة قوي الفكرة دي. سبورة، ديسك. اسراء فاضل 10 ثواني، لو ما خمنتيش صح هتموتي. اسراء لو ما خمنتيش صح هتموتي. احمد هتوحشني. ايوه صح. انت فرحان عشان انا هموت؟ يا بنتي ركزي شويه. صح. هي المدرسة فضيت كده ليه؟ في ناس كتير اختفوا لما ما عرفوش يخمنوا الشكل بتاعهم قبل ما الوقت يخلص. ماما انا رجعت. يا ماما يا ماما. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة. خوخة؟ حرام عليكي يا ماما، انا خفت ما تكونيش عرفتي الشكل بتاعك. لا يا هبلة، ده انا كنت باخد شاور. طب الجولة خلصت، ممكن اخد موبايلي بقى؟ لا طبعا، لسه فاضل جولتين. انا زهقت. التلفزيون، لمبة. بتضحكي على ايه يا ماما؟ عشان المرة دي هنخمن الوان يا هبلة. الوان؟ هو انا ناقصة؟ العب بقى، انا فوقتلك، ده انا خبرة في الالوان. احمر، فيروزي، نيروزي. انا ليه حاسة ان انت شمتان فيا؟ اسراء مالك يا احمد بتعيط ليه؟ مش هتصدقي اللي حصل.
مامتي اختفت امبارح يا اسراء، ما عرفتش تخمن الشكل اللي ظهر لها. مامتك مش عارفه اقول لك ايه يا احمد، ربنا يصبرك. انا بكره المسابقه دي قوي. احنا النهارده في حصه الاقتصاد المنزلي هنعمل رز بلبن. اسراء ما ينفعش تستخدمي الحله دي ليه يعني؟ عشان هتعكس وشك وكده هتعتبري غشتي في المسابقه. انت ما شفتيش لونك مش كده؟ لا ما شفتوش طبعا. اكيد. ايوه طبعا اكيد ما شفتش حاجه. انا هروح الحمام يا مستر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا رحت في داهيه. انا شفت اللون اللي على وشي، يعني حتى لو خمنته صح اختفي برضه زيتي. كسبت؟ هو انا ليه ما اختفيتش؟ انا مش فاهمه، انا غشيت. اسراء انت خمنتي اللون صح؟ طبعا، من غير ما اغش، من غير ما اشوف وشي في حله ستانلس في حصه الاقتصاد المنزلي واحنا بنعمل رز بلبن، عشان انا لو كنت عملت كده كنت اختفيت. يا بنتي اهدي، في ايه؟ انت اوفر كده ليه؟ انا اوفر؟ لا خالص. سلام بقى يا احمد عشان اتاخرت. لا بقى، انا لازم افهم انا ما اختفيتش ليه. انا هبص في المرايه، انا هبص في المرايه. انا ما اختفيتش، يعني هما كانوا بيضحكوا علينا. يا ماما المسابقه طلعت بتضحك علينا، احنا مش هنختفي لو بصينا في المرايه. بطلي جنانك ده يا اسراء. انا مش مجنونه، لو مش مصدقه بصي. ابعدي عني، انت عايزه تموتي امك. يا ماما قلتلك مش هيحصل حاجه، بصي بس. ماما انت رحتي فين؟ انا خليت ماما تختفي. اما نشوف ظهر لي ايه في الجوله الثالثه. حب. المره دي كلمه صعبه قوي انه حد يخمن كلمه كده، ممكن ناس كتير قوي تختفي. اسراء انا مرعوبه قوي. انت عارفه في كام كلمه في الدنيا؟ دي شليون كلمه. بطلي هزار بقى، ده في كلمات كتير جدا. دي ممكن كمان كلمه ما تبقاش عربي، ممكن تبقى صيني. طب ما نجرب كده، تقول لهم نيهاو. ابعدي عني. اسراء انا ما شفتكيش بتخمني خالص، انت استسلمتي؟ لا طبعا يا احمد، انا خمنت الكلمه بتاعتي صح. ازاي؟ حظي حلو. انا مش عارف الكلمه بتاعتي. خلاص فاضل 3 ثواني. 3 2 1. 3 2 1. هي الناس راحت فين؟ هو انا اخر واحده على كوكب الارض؟ مبروك، انت وصلتي للنهائيات. فاضل لك جوله واحده عشان تكسبي المسابقه. انا كنت مفكره انه دي اخر جوله. اسراء. احمد انت عرفت تخمن الكلمه بتاعتك؟ ايوه، يا ترى مين عرف يخمن تاني؟ في 3 هناك اهم. مبروك عليكم وصولكم للنهائيات. انتوا من 5 بس اللي قدرتوا توصلوا للمرحله دي. دلوقتي هتدخلوا اخر جوله، واللي هيكسبها هياخد 1,000,000 جنيه. واحنا هنعمل ايه بالفلوس لو الناس اللي بنحبها ماتوا؟ مين قال ان هم ماتوا؟ هم اختفوا بس. احنا كنا حاجزينهم في مكان لوحدهم لحد النهائيات. دخلوا الناس. اسراء ماما اكسبي يا بنت وهاتلنا ال1,000,000 جنيه. في الجولة دي كل واحد فيكم هياخد رقم من 1 ل10، بس المختلف ان انتوا تقدروا تقولوا لبعض ارقامكم، وبرضه تقدروا تكذبوا على بعض. قدامكم ساعة واحدة بس عشان تخمنوا. طب لو خمنا غلط؟ هتموتوا. طب انا هروح اقعد جنب امي. ما ينفعش، لازم تلعبي. انا اصلا ما كانش ينفع ابقى في النهائيات. ازاي يعني؟ انا غشيت. انا غشيت. انت بتضحك ليه؟ انا بقول لك انا غشيت بجد؟ والله انا بصيت في المرايه. ما احنا عارفين عارفين وموافقين كمان. كل ال5 اللي وصلوا للنهائيات غشوا، بس عشان نمنعكم ان انتوا تقولوا لبعض حطينا قاعدة ان انتوا لو قلتوا لاي حد الشخص ده هيختفي. عشان كده لما خليت ماما تبص في المرايه اختفت عشان نخليكي تفتكري ان انت الوحيدة اللي تقدري تغشي. يا ولادي. لا عيب، ده نزعل منك. ودلوقتي جه وقت الاختيار. عايزين تلعبوا ولا تموتوا؟ يسرا هلعب. خالد هلعب. سلمى هلعب. احمد هلعب. اسراء قررتي؟ هلعب. قدامكم ساعة واحدة وبعدها كل واحد هيخمن الرقم بتاعه، والغش ممنوع في الجولة دي. اللعبة هتبتدي دلوقتي. احنا لازم نساعد بعض عشان محدش فينا يموت، كل واحد يقول للتاني الرقم بتاعه. كدابه، انت عايزه تخسرينا كلنا وتكسبي انت. لا طبعا، وعشان تصدقيني رقمك 1. انا ما سالتكيش يا يسرا، وبصراحه كده انا مش مصدقاكي. اوعي تصدقيها يا اسراء. احمد رقمك مش 1، رقمك هو 9. رقمك مش 1، رقمك 9. مصدقاك، انا مش بثق غير فيك انت يا احمد. وانتي كمان الوحيدة اللي انا بثق فيها. هو انتي ممكن تقولي لي رقمي ايه؟ اكيد رقمك 5. هو كل واحد فيكم هيقول لي رقم مختلف؟ انا مش عارف اصدق مين فيكم. انتوا كلكم كدابين اصلا. صدقني يا احمد ارجوك، انا مش عايزاك تموت. لو انا وانت قلنا لبعض ارقامنا الحقيقيه احنا الاتنين هنكسب. عندك حق. رقمك هو 9 على فكرة. متاكد؟ ايوه، يلا احلفي ان انا رقمي 5. والله رقمك 5. اسراء انت قاعده لوحدك ليه؟ انت كويسه؟ فكك مني يا يسرا خالص. انا عرفت ان انا رقمي 9 وان انت كنت بتكدبي عليا. 9؟
اتمنى تكوني بتثقي في الشخص اللي قالك كده كويس، عشان شكله بيضحك عليكي. ايوه طبعا بثق فيه، مش زيك. ايه رايك انت كمان تبقي صادقه وما تكدبيش على الناس وتقولي لهم ارقام غلط؟ انا ما كدبتش على حد يا اسراء، انا قلت لك ان رقمك 1 وقلت لاحمد انه رقمه 5. يسرا انت بجد قلتي لاحمد انه رقمه 5؟ ايوه ليه؟ عشان انا لما قلت له انه رقمه 5 قال لي ان كل واحد فينا قال له رقم مختلف. مش قلتلك احمد بيكذب عليكي؟ للاسف يا اسراء احمد بيكذب عليكي. مستحيل. الوقت خلص وجه الوقت ان انتوا تخمنوا ارقامكم، واللي هيخمن غلط هيموت. يسرا 3 غلط، خالد 8 غلط، سلمى 2. غلط. ارجوك ما تموتنيش. وبكده فاضل معانا متسابقين 2 بس، اسراء واحمد. ودلوقتي دور احمد. رقمي 5 صح، مبروك يا احمد. ودلوقتي دور اسراء. لو خمنتي صح هتقسم انتي واحمد جايزة ال1,000,000 جنيه مع بعض. قولي رقمك يا اسراء. 1. صح، مبروك. انا مش مصدقه اني خمنت صح. وانا كمان يا اسراء. انت خدعتني يا كذاب. اسراء انا اسف، انا كنت مفكر ان لو احنا الاتنين كسبنا هنموت احنا الاتنين. انت اسوأ انسان انا عرفته في حياتي. بنتي يا اسراء، ماما انا مش مصدقه، الكابوس ده خلص اخيرا. خلص السنه دي بس، المسابقه دي هتتعاد تاني السنه الجايه. يا لهوي.